البرازيل مش بس دولة في أمريكا الجنوبية، دي قارة مصغرة بتجمع ما بين كل مظاهر الجمال اللي ممكن تتخيلها. بلد بحجمها وتاريخها وثقافتها لازم يكون ليها حكاية فريدة، من غابات الأمازون اللي تعتبر الرئة الخضراء للعالم، للشواطئ اللي بتاخدك في عالم تاني، والثقافات اللي مليانة حياة. هنا هنكتشف كل حاجة عن البرازيل. البرازيل مش بس شواطئ وكرنفالات، لا دي بلد بتجمع ما بين أكتر من 200 مليون شخص من خلفيات وأعراق مختلفة. التنوع ده بيخلق ثقافة مبهرة مليانة حكايات وأغاني ولحظات استثنائية. هتلاقي فيها مزيج ما بين الطبيعة الساحرة والتطور الحضاري، ومع ذلك التحديات الاجتماعية والسياسية بتديها طابع مميز جدا. البرازيل خامس أكبر دولة في العالم بمساحة بتوصل لحوالي 8 مليون كيلومتر مربع، يعني أكتر من مساحة الهند مرة ونص، وأكبر من مساحة مصر 8 مرات. حدودها بتشترك مع كل دول أمريكا الجنوبية تقريبا، ما عدا الإكوادور وتشيلي. شواطئها بتطل على المحيط الأطلسي بمسافة حوالي 7491 كيلومتر مربع. البرازيل فيها أكتر من 214 مليون نسمة، وده بيخليها أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان. التنوع العرقي هناك غير مسبوق، 48% من السكان أصولهم أوروبية، و43% مختلطين ما بين أوروبيين وأفارقة، والباقي ما بين السكان الأصليين والمهاجرين والآسيويين. المدن الكبيرة زي ساو باولو وريو دي جونيور بتعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم. وللعلم إن البرازيل من العشر اقتصادات الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية اللي بتواجهها. دخل الفرد سنويا حوالي 15 ألف دولار، وأهم الصادرات عندها هم اللبن والفول الصويا والسكر واللحوم. غابات الأمازون والأعجوبة الطبيعية. غابات الأمازون بتغطي حوالي 60% من مساحة البرازيل، وبتضم أكتر من 10% من أنواع الكائنات الحية في العالم. ومن أهم الحاجات اللي في البرازيل هو نهر الأمازون اللي بيعدي في قلب الغابة، وبيعتبر من أكتر الأنهار في العالم من حيث كمية المياه. البرازيل مليانة مدن جميلة وشواطئ خلابة زي ريو دي جونيور اللي تعتبر من أشهر المدن في العالم. ريو مش بس مشهورة بتمثال المسيح المخلص، لكن كمان بشواطئها الشهيرة زي كوبا كابانا. الشواطئ دي بتجذب ملايين السياح سنويا للاستمتاع بإشاعة الشمس والبحر. ساو باولو هي العاصمة الاقتصادية للبرازيل، وبتعتبر من أكثر المدن اكتظاظا بالسكان. المدينة دي بتجمع ما بين ثقافات مختلفة بسبب وجود عدد كبير من المهاجرين. أما إذا كنت بتحب التاريخ والثقافة فلازم تزور سلفادور. المدينة دي بتعكس التراث الإفريقي في كل ركن فيها، من احتفالات الدينية لغاية الأطعمة التقليدية. وما نقدرش ننسى شلالات إيجو إيزو اللي تعتبر واحدة من عجائب الطبيعة في البرازيل والأرجنتين. الشلالات دي ضخمة لدرجة إنها بتخلي أي زائر يندهش من عظمتها. البرازيل كمان مليانة شواطئ مشهورة زي كوستا دي سوفا اللي بتتميز بشواطئها البيضاء والمياه الفيروزية، وهي كمان مثالية للاسترخاء. أما إذا كنت بتحب الحياة الليلية فالبرازيل مش هتخيب ظنك. من الحفلات في يو دي جونيور لحد النوادي في ساو باولو، هتلاقي موسيقى السامبا في كل مكان، واللي بيخلي الحياة الليلية هناك مميزة جدا. النساء البرازيليات مشهورين بجمالهم الطبيعي وجاذبيتهم الجميلة، لكن كمان بثقافتهم الكبيرة وروحهم المريحة. جمالهم مستوحي من تنوع عرقي، وده اللي بيديهم مظهر فريد مش موجود في أي مكان تاني. البرازيل فيها شوية قوانين غريبة، مثلا إن الدعارة قانونية بس لازم تبقى حذر في الأماكن دي وما تروحهاش أصلا، يعني من الأحسن ما تروحهاش. عندهم قوانين صارمة لحماية الحيوانات والغابات عشان يحافظوا على التنوع البيولوجي في البلد. ولو كنت مسافر هناك من المهم أن تكون عارف القوانين بتاعتهم. تاريخ البرازيل مليان صراعات كبيرة، من الاستعمار البرتغالي اللي أثر جامد على السكان الأصليين وثقافتهم، لحد حرب البروجواي في القرن ال19، واللي كانت من أكبر الحروب اللي خاضتها البرازيل. الحروب دي كان ليها تأثير كبير في شكل تاريخ البرازيل الحديث.